بيبدأ الجزء الثاني في مدينة الأصداف، وفي الوقت ده في هجوم بيحصل على المدينة من قراصنة الباروك وبيدمروا القاعدة البحرية، والجنود اللي اتبقوا بيجمعوا نفسهم وبيستعدوا للقتال، وبيكونوا خايفين لأن في حد بيحاول يكسر الباب اللي قدامهم، وهوب الباب بيتكسر وبتظهر معانا القرصانة ساندي بتستخدم قوتها عليهم، وبنشوف أيادي كتير بتظهر في أجساد الجنود وبتخلص عليهم، وفي جنود بيجروا عليها علشان يضربوها لكنهم مش بيلحقوا يعملوا حاجة وبتخلص عليهم بكل سهولة. ساندي كانت جاية هنا مخصوص علشان تاخد جثة مستر 7 وبيكونوا في منتهى الحزن عليه، وبيقرروا ينتقموا من زورو لان هو اللي قتله في الموسم الاول. بيسالوا الجندي ده عن مكان زورو، الجندي بيقول لهم زورو هرب من عندنا مع قرصان اسمه لوفي ومتجهين للخط الاكبر، وفي نفس الوقت بيكون فريق لوفي بيدرسوا هياخدوا اي طريق علشان يوصلوا للخط الاكبر. سانجي بيقول لهم احنا محتاجين اكل وادوات لصيانه السفينه وما ينفعش نخش الخط الاكبر واحنا مش مستعدين، وبيقترح عليهم يروحوا لمدينه لونج. يوسف بيقول لهم بلاش المدينه دي يا جدعان لان كلها لبش وممكن يتقبض علينا هناك. زورو بيقول له ما عندناش حل تاني لازم نروح. يوسف بياخد راي لوفي. في البدايه لوفي بيرفض لان المدينه خطر عليهم، بس نامي بتقدر تقنعه وبتقول له دي المدينه اللي اتقتل فيها القرصان جولد صاحب كنز وان بيس، وانت اكيد نفسك تشوف البلد اللي اتولد فيها جولد. لوفي بيتحمس وبيقول لهم بينا يا رجاله. بنرجع فلاش باك ليوم مقتل جولد. يومها جاربي دخل يقابل جولد في الزنزانه، وجاربي كان فخور بنفسه لانه قدر يقبض على جولد لان جولد كان اشهر واخطر قرصان في العالم. وجولد بيقول له انا عارف انك انسان صالح وبثق فيك جدا كانك واحد من الطاقم بتاعي، وعشان كده بطلب منك طلب. انا عايزك تلاقي ابني وتخلي بالك منه لاني مش عايز ابني يعاني في حياته بسبب خطايا ابوه. بس جاربي بيرفض وبيعتبرها خدعه من جولد. جولد بيقول له دي مش نهايه القراصنه يا جارب. وفي الوقت الحالي لوفي واصحابه بيوصلوا لمدينه لونج وبيعرفوا ان في احتفال هيتعمل في المدينه النهارده بمناسبه مرور 22 سنه على مقتل جولد، فبيتفقوا انهم ما يلفتوش الانظار وكل واحد هيروح يشتري الحاجات اللي هو عايزها، وبعد ما يخلصوا هيتجمعوا عند التمثال في نفس المكان اللي هم فيه. وبعدها بيوصل للمدينه واحد من اقوى جنود البحريه واسمه الكابتن سموكر، وحاليا لسه قابض على قرصان، وسموكر بيقول له مفيش قرصان بيفلت مني يالا. في الوقت ده يوساب ونامي بيكونوا اشتروا حاجات ليهم، وزورو بيكون دخل محل السيوف بس بيخبط في بنت اسمها تويشيجي، وزورو بيتشتت معاها لانها شبه كوينه، وبعدها بيسيبها وبيخش محل السيوف وبيقول لصاحب المحل اقدر اشتري ايه بالفلوس اللي معايا، بس بيطلع ان الفلوس قليله على انها تجيب له سيف كويس. وصاحب المحل لما بيشوف سيف الكتانه اللي مع زورو بينبهر بيه وبيطلب يشوفه، وبيعرض على زورو كذا عرض مغري علشان يشتري منه، بس زورو بيرفض كل العروض وبيقول له السيف مش للبيع، بالرغم ان صاحب المحل عرض عليه 750,000 زائد سيف من الفئه الممتازه واي شيء في المحل. وبتخش عليهم تايشيجي وبتكون هي كمان اعجبت بالسيف بتاع زورو وبتعرفه ان هي خبيره في السيوف، وبتقول له السيف ده قيمته ملايين، وزورو بيطلب منها المساعده في اختيار سيف ليه وتايشيجي بتوافق. زورو بيعجبه السيف ده، تايشيجي بتقول له بلاش السيف ده لانه ملعون واي حد بيشتريه نهايته بتبقى وحشه. صاحب المحل بياكد على كلامها وبيقول له كل الناس بيخافوا يمتلكوا السيف ده وانا نفسي اتخلص منه من زمان، بس خايف اللعنه تحل عليا وعلشان كده مش هبيع لك السيف. بس زورو بعد ما سمع الكلام ده منهم بيكون متحمس اكتر ياخد السيف، وبيقرر يختبر السيف حالا علشان يشوف مين الاقوى، الاراده بتاعته ولا لعنه السيف. وبيرمي السيف في الهواء على ايده والسيف مش بيعمل له حاجه وبينزل يطعن الارض، وبكده اختبار زورو نجح وهيشتري السيف. وصاحب المحل بيقرر يدي لزورو سيف اسطوري ونادر مفيش منه غير 50 في العالم. زورو بيقول له بس انا معيش ثمنه. صاحب المحل بيقول له ده هديه مني ليه لان من زمان ما شفتش مقاتل قوي زيك. وبكده زورو بقى معاه 3 سيوف وبيشكرهم وبيمشي. اما لوفي وسانجي فكانوا بيشتروا الاكل، وبعدها لوفي بينفصل عن سانجي وبيدور على المنصه اللي اتقتل عليها جولد، وبيفضل يسال كل الناس في الشارع وبيخبط في شخص اسمه لوميو، ولوميو بيقول له شكلك بتدور على المنصه اللي اتقتل عليها جولد وانا كنت رايح لهناك دلوقتي. لوفي بينبسط وبينضم ليه وبيعدوا على مهرجان المدينه وبيوصلوا للمنصه، ولوفي لما بيشوفها مش بيحس بالوقت والزمان لان على المنصه دي جولد قال اخر كلماته وعصر القراصنه ازدهر بعد الكلام اللي قاله، ومصير لوفي وتحركاته اتحدد بسبب المكان ده. وبكده لوفي حقق جزء من احلامه، بس بيتفاجئ وقتها بالقرصان باجي قدامه. وقتها لوفي بيسال باجي هو ازاي عارف ان هو هنا، فبيقول له ان هو عارف ان هو منبهر بملك القراصنه واكيد فضوله هيجيبه علشان يجي يشوف منصه الاعدام اللي تم اعدام عليها ملك القراصنه. وبيعرفه كمان ان الليله دي هتكون نهايه رحلته، وده لان هو محضر له مفاجاه اكيد هتعجبه. وهنا بتظهر الفيدا قدام لوفي وبتقول له ان هو مش هيمشي من المكان لان هو هيموت، وده لانه لازم يدفع ثمن اللي هو عمله معاها قبل كده. وبيحاول لوفي يستخدم ضربته المميزه وبيضرب بيها الفيدا، فبيمد ايده لابعد مكان ممكن علشان يضربها ويخلص منها، ولكنه بيتفاجئ ان الضربه ما بتجيش في الفيدا، فبتقول له الفيدا ان هي اكلت من فكه الانزلاق وعلشان كده ضربته ما جاتش فيها، وبتقول له ان مفيش حاجه تانية ممكن تلمس جسمها، وده بفضل قوه الانزلاق اللي بتخلي اي حاجه
حاجه تبعد عنها مهما كانت. ده غير ان قوه الانزلاق هتخليها تتحرك بسرعه ومحدش هيقدر يهزمها. وبعدها بتمسك السلجان الحديد وبتلف حوالين لوفي بسرعه كبيره لحد ما بتضربه بالسلجان وبترميه بعيد. وبعدها بتحط في ايده قيود من الحديد وبتقول له ان القيود دي هتسحب منه قوته الخارقه، وبكده هو مش هيقدر يهرب منها. وفي الوقت ده الجنود بيبلغوا سموكر ان القراصنه ظهروا في المهرجان، فبيأمرهم ان هم يحاوطوا المكان بسرعه وما يخلوش اي حد يهرب. وساعتها بتيجي تشيجي وبنعرف ان هي واحده من جنود البحريه وبتعتذر له علشان هي اتاخرت عن ميعادها، فبيقبل اعتذارها وبياخدها وبيروح على مكان المهرجان علشان يقبضوا على القراصنه. وفي الوقت ده فريق لوفي بيتجمعوا في المكان اللي اتفقوا يتجمعوا فيه، وبيسمعوا الناس بتتكلم عن خناقه بين القراصنه، فبيفهموا ان لوفي ممكن يكون في خطر وبيروحوا وراهم بسرعه. وقتها باجي والفيدا بيكونوا عاملين محاكمه للوفي، ولكن زمايله بيوصلوا في الوقت المناسب. واثناء القتال بتقدر نامي بمساعده يوسف ان هم يتخلصوا من الفيدا. وفي الوقت ده بيقدر باجي يسيطر على لوفي وبياخده فوق منصه الاعدام وبيحط السيف على رقبته. ووقتها سموكر وتشيجي بيراقبوا اللي بيحصل وبيستغربوا لما بيلاقوا لوفي بيضحك وهو على وشك الموت. والضحكه دي بتفكر سموكر بضحكه ملك القراصنه وقت اعدامه، ولكن المفاجاه ان بتنزل صاعقه من السماء وبتموت باجي، وساعتها المنصه بتتدمر تماما ولوفي بيقع على الارض. فبيقرب منه زمايله علشان يطمنوا عليه، فبيقول لهم ان هو كويس وبيتحركوا كلهم في طريقهم للسفينه. لكن تشيجي بتحاصر زورو وبتكون عاوزه تقبض عليه، فبيدخل معاها زورو في مبارزه بالسيف وبيقدر يسيطر عليها. وبتستغرب تشيجي ان زورو بيرفض يقتلها وبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده لوفي وسانجي بيقابلوا سموكر بيهجموا عليه علشان يتخلصوا منه، ولكن سموكر بيكون عنده قوه خارقه وبيحول جسمه لكتله من الدخان ومحدش فيهم بيقدر يضربه نهائيا. وبتكون النتيجه ان هو بيضرب سانجي ضربه قويه جدا، وبعدها بيحاصر لوفي بكميه كبيره جدا من الدخان وبيكون على وشك ان هو يخلص عليه، ولكن فجاه بيظهر واحد اسمه دراجون وبيخلص لوفي من ايد سموكر. فبيجري لوفي هو وسانجي وبيرجعوا للسفينه بسرعه، ووقتها لوفي ما بيكونش عارف مين الشخص اللي انقذه من الموت. اما تشيجي فبتروح البار علشان تشرب حاجه وتهدى اعصابها. ووقتها صندي بتقابلها وبتعرض عليها ان هي تشتغل معاهم، وده لان هي متعاطفه معاها وحاسه ان هي بتشتغل مع سموكر غصب عنها، وبتسيب لها الكارت بتاعها علشان تتواصل معاها. وقتها بيجي سموكر وبيقول لتشيجي ان هو عارف ان لوفي وفريقه رايحين للخط الاكبر، وبيطلب منها تستعد علشان هيروحوا وراهم. وتاني يوم لوفي وفريقه بيوصلوا عند جبل اسمه الجبل المعكوس، وبيكون لوفي فرحان جدا لان ده المدخل للخط الاكبر. ولكن اول ما بيدخلوا جوه ممر الجبل المعكوس بيفقدوا السيطره على السفينه، وبيحاول لوفي يستخدم قوته الخارقه وبيمد دراعاته وبيقدر يسيطر على السفينه من تاني. وبعدها بيلاقوا حوت ضخم قدامهم وتيار الميه بيسحب السفينه جوه بق الحوت. وبعد شويه وقت بيفوق لوفي وبيلاقي نفسه على جزيره صغيره، وبيكون واقف قدام راجل عجوز اسمه زعفران، وبيضرب زعفران الحوت بحقنه مخدره وبيفقدوا الوعي. وهنا الحوت بيغمى عليه وبينزل تحت الميه، فبيتعصب لوفي وبيقول لزعفران ان سفينته وزمايله جوه بطن الحوت. فزعفران بيقول له انساهم لان زمانهم ماتوا، ولكن لوفي بيرفض يصدق الكلام ده وبيعرفه ان زمايله لسه عايشين، وبيطلب منه ان هو يساعده. فبيسمع زعفران كلامه وبيقرر ان هو يساعده. وفي الوقت ده في بطن الحوت نامي بتطلب منهم ان هم يصلحوا ضفه السفينه. اما زورو فبيقرر يدور على طريقه يخرجوا بيها من بطن الحوت. وفي الوقت ده في مدينه لوك تاون بيتفاجئ سموكر ان جاربي جاي يزور المدينه ومعاه كوبي وهيليمبو، وبيطلب جاربي من تشيجي ان هي تاخد كوبي وهيليمبو في جوله في المدينه لحد ما هو يخلص كلامه مع سموكر. ووقتها سموكر بيحكي له عن ضحكه لوفي لما كان على المنصه، وبيقول له ان هو بيفكره بملك القراصنه، وبيقول له كمان ان دراجون اتدخل بنفسه وانقذ لوفي من ايده. فبيقول له جاربي ان هو خلاص زهق من حمايه لوفي، ومع ان هو حفيده وبيخاف عليه، ولكن في نفس الوقت هو مش عاوزه يكون قرصان. فبيطلب منه سموكر الاذن علشان يطارد لوفي، ولكن جاربي بيرفض وبيقول له ان هم عندهم حاجات تانية اهم، خصوصا بعد ظهور دراجون زعيم الجيش الثوري واللي هو معارض للحكومه العالميه وعاوز ينقلب عليها. وبيحذر جاربي سموكر ان هو يخالف اوامره والا هيعاقبه. وفي الوقت ده في بطن الحوت سانجي ويوسف بيلاقوا جثه واحد على السفينه، ولكن دي بتكون خدعه من قرصان اسمه مستر ناين وبيشتبك معاهم وبيكون عاوز يخلص عليهم، ولكن سانجي بيتحرك بسرعه وبيقدر ان هو يضربه ويغمى عليه. وفي نفس الوقت ده بتظهر زميله مستر ناين اللي اسمها وينزداي وبتهجم على نامي وبتقول لها ان هي هتاخد منها السفينه. وهنا بيجي سانجي ويوسف وبيهددوها علشان تبعد عن نامي، فبتبعد عنها بسرعه وبتصدم لما بتلاقيهم قبضوا على مستر ناين. وفي الوقت ده لوفي بيسال زعفران هم قدامهم قد ايه، فبيقول له ان هم لازم يستنوا الحوت لابون لحد ما يفوق ويطلع لسطح الميه، ووقتها بس هيقدر يساعده ويخرج السفينه وزمايله من بطن لابون. فبيستغرب لوفي من اسم الحوت وبيسال زعفران لو الحوت ده هو حيوانه الاليف، فبيحكي له زعفران عن اول مره شاف فيها الحوت. وبنعرف ان زمان سفينه القرصان يوركي كانت رايحه ناحيه الخط الاكبر، ولكن السفينه عطلت ورست قدام جزيره زعفران. وقتها يوركي بيعتذر له لان سفينته عطلانه، ولما العطله هيتصلح هيمشوا من قدام الجزيره. وفجاه بيطلع الحوت لابون من الميه، وبيظهر ان يوركي هو اللي بيرعى لابون من وهو صغير، وعلشان كده الحوت بيكون
مبسوط وهو مع يوركي، وبيبان وقتها ان فريق القرصان يوركي بيحبوا لابون لدرجه ان زميل يوركي بيفضل يعزف له موسيقى علشان يكون مبسوط اكتر. ولكن زعفران بيحذر يوركي ان هو ياخد لابون معاه عند الخط الاكبر، وده لان هناك هتقابلهم وحوش كتير وضخمه وممكن ياكلوا الحوت ده بكل سهوله. وبينصح زعفران يوركي ان هو يسيب الحوت عنده لحد ما يخلصوا رحلتهم ويرجعوا ياخدوه. ولكن لابون بيزعل لما يوركي بيسيبه ويمشي، وبتعدي السنين وتفوت الايام ويوركي اختفى تماما ومرجعش خالص من عند الخط الاكبر. ومن وقتها ولابون بيفضل يطلع من الميه ويضرب صخور الجزيره بدماغه، وده السبب اللي بيخلي زعفران يحقنه بمخدر علشان اعصابه تهدى. وبعد ما زعفران بيخلص كلامه بيكون زعلان جدا لان مفعول المخدر مع الوقت مش هيأثر في لابون، فبالتالي لابون هيدمر صخور الجزيره وهيوصل للخط الاحمر. والخط الاحمر ده اول حدود الخط الاكبر، وطبعا الخط ده مليان بمخاطر كتير، وده معناه ان لابون ممكن يموت. فبيتأثر لوفي وبيبدأ يفكر في طريقه يساعد بها لابون. وعلى السفينه بيتعرف زورو على هويه مستر ناين وزميلته ونسداي، وبيقول لنامي ان هم عملاء منظمه باروك ووركس. وفي الوقت ده جارب بيحكي لسموكر عن المنظمه دي وبيعرفه بالهجوم اللي عملوه على القاعده البحريه، وبيقول له ان هم مش عارفين هدف المنظمه دي، ده غير ان هم ما قدروش يقبضوا على حد من عملاء المنظمه دي نهائيا. وبيديله ملف عن المنظمه وبيعرفوا ان كلهم بيستخدموا اسماء حركيه زي الارقام والايام، وده بيخلي هوياتهم مجهوله ومحدش يعرفها. وبيقول له ان زعيم المنظمه دي اسمه مستر زيرو، هو بيسمح لسموكر ان هو يروح للخط الاكبر ولكن مش عشان يطارد لوفي وفريقه، وان مهمته الاساسيه هتكون هي القبض على واحد من عملاء المنظمه علشان يستجوبوه، وساعتها هيقدروا يمنعوا المنظمه من الهجوم على اي جزيره تانية. وفي الوقت ده في بطن الحوت زي ما لوفي بيتفاجئوا ان الحوت استرد وعيه وبيتحرك، وساعتها بيقع يوسف من فوق شراع السفينه ولكنه بيتعلق في الحبل قبل ما يقع جوه معده الحوت، فبيحاولوا زمايله ان هم يشدوه بسرعه، وساعتها ونسدي بتحرر نفسها وبتنضم ليهم وبينقذوا يوسف على اخر لحظه. اما لوفي فبيطلب من زعفران ان هو يحقن لابون بالمخدر، ولكن كميه المخدر بتكون قليله وما بتاثرش في لابون وبيغطس تحت الميه مره تانية. وهنا لوفي بتجيله فكره ذكيه، فبيقرر يغني للحوت نفس الاغنيه اللي يوركي وفريقه كانوا بيغنوها له. وفعلا خطه لوفي بتنجح ولابون بيطلع من تحت الميه، فبيوصي لوفي على موت يوركي وبقيه اصحابه، وبيطلب منه يطلع السفينه من بطنه لان اصحابه على السفينه وهو مش عايزهم يموتوا. فبيسمع لابون كلامه وبيفتح بقه وبيطلع السفينه من بطنه. وفي اللحظه دي لوفي بيفرح اول ما بيشوف اصحابه، وبعدها لوفي بيرسم على دماغ لابون شعار فريقهم وبيقول له ان هو هيروح للخط الاكبر، وبيوعده ان هو هيرجع له تاني علشان يعوضوا عن غياب اصحابه. وساعتها لابون بيفرح وبيرفع راسه لفوق وبيلعب في الميه لاول مره من سنين طويله. وبعدها لوفي وفريقه بيتحركوا في طريقهم ناحيه الخط الاكبر، وقتها بنشوف زعفران وهو بيبص على صوره ليه مع روجر ملك القراصنه، وبيقول له ان لوفي هو القرصان المنتظر وان هو متاكد ان لوفي هيوصل لكنز وان بيس. وقتها لوفي بيكون قاعد مع وينزداي وبيشكرها علشان ساهمت في انقاذ يوسف، فبتطلب منه يثق فيها ويحررها لانها مش ناويه تاذي حد فيهم. فبيسمع كلامها وبياخدها وبيروح لزمايله على سطح السفينه، وبيتفاجئوا كلهم ان هو حرر وينزداي، فبيقول لهم ان هو حاسس ان هي صادقه في كلامها ومش هتخدعهم. ووقتها مستر ناين بيطلب منه يحرره هو كمان، ولكن فجاه وينزداي بتشاور لهم على الجزيره اللي بيقربوا منها وبتستغل انشغالهم بالجزيره وبتحرر مستر ناين وبينطوا سوا في الميه. وبعدها لوفي وفريقه بيوصلوا لجزيره اسمها جزيره الصبار، وهناك بيتفاجئوا ان اهالي الجزيره فرحانين بوصولهم وبيستقبلهم واحد اسمه اجرام وبيقول لهم ان هو قائد الجزيره دي، وبيعرفهم ان هم بيحبوا القصص اللي بيحكوها القراصنه عن مغامراتهم، وخصوصا لما يكون قرصان زي لوفي اللي مطلوب للعداله مقابل مبلغ كبير جدا. وبعدها بياخدهم للحانه علشان يقضوا وقت لطيف مع اهل الجزيره. وقتها لوفي وفريقه بياكلوا ويشربوا ويرقصوا وبيكونوا مستمتعين جدا بوقتهم، ما عدا زورو اللي بيكون متضايق وواقف لوحده بعيد عنهم. فبيروح للوفي وبيساله عن اللي مضايقه، فبيقول له ان هو بيتمرن كتير ومش قادر يوصل لمستوى ما هو. فبيقول له لوفي ان هو متاكد من مهارته في القتال وانه في خلال وقت قليل هيوصل لمهاره ماي هوك وهيكون افضل منه، وبيسيبه علشان يروح ياكل حلويات لانه لسه جعان. وفي متجر الحلويات لوفي بيقابل اجرام، ولكنه بيتفاجئ انه وينزداي داخله عليهم، وبيعرف وقتها ان اجرام يبقى عميل للمنظمه وان كل اهل الجزيره بيشتغلوا لحساب المنظمه هم كمان، وهدفهم يخلوا القراصنه يشربوا لحد ما يسكروا وبعدها يتخلصوا منهم. وفي الوقت ده نامي بتشوف واحد من اهل الجزيره وهو بيخبي جثه واحد من القراصنه، فبتهجم عليه وبتتخلص منه في ثواني. وفي نفس الوقت ده في اتنين بيحاصروا زورو، ولكن زورو بيطلع السيف وبيخلص عليهم. وهنا بتيجي نامي وبتقول له ان الجزيره دي عباره عن فخ، فبيطلب منها تروح تطمن على لوفي في متجر الحلويات. اما هو فهيدخل الحانه علشان يساعد سانجي ويوسوف، واول ما بيدخل بيلاقي عدد كبير جدا من عملاء المنظمه وبيأمرهم مستر ناين ان هم يخلصوا على زورو، ولكن زورو بيتحرك بسرعه وبيشتبك معاهم وبيخلص عليهم بالكامل. وبعدها بيتفاجئ ان في بنتين خطفوا سانجي ويوسف، فبيخلص على البنتين بسرعه وبيقرب السكينه من سانجي ويوسف وبيقول لهم يحرروا
نفسهم ويروح على السفينه بسرعه. وبعدها بيكمل زورو معركته مع مستر ناين. وقتها بتظهر العامله ماندي وبتنضم للمعركه، وبتحاول هي ومستر ناين يخلصوا على زورو، ولكن زورو بيكون اقوى منهم وبيخلص عليهم بكل سهوله. وفي الوقت ده نامي بتشوف لوفي وهو بيطارد اجرام ووينزداي. وينزداي بتقول لهم ان في حاجات كتير هم ما يعرفوهاش عن المنظمه. وقتها اجرام ووينزداي بيكونوا عاوزين يعترفوا بالحقيقه. وفجاه بيظهر مستر فايف والعامله فالنتاين وبيقاطعوهم وبيعرفوهم ان هم من الخونه ولازم يموتوا. وبيبدا مستر فايف يضرب نار عليهم، فبيستخبوا كلهم في مكان بعيد. ووقتها فالنتاين بتنادي على وينزداي وبتقول لها يا صاحبه السمو. فبيستغرب لوفي ونامي لما بيسمعوا الكلمه دي، ولكن وينزداي بتكون مشغوله مع اجرام لانه اتصاب. وهنا اجرام بيقول للوفي ان وينزداي تبقى اميره مملكه الاباستا، وبيطلب منه يحميها ويوصلها للمملكه بسرعه. وبعدها اجرام بيودع وينزداي وبيطلب منها تمشي معاهم، وبيقف هو قدام مستر فايف وفالنتاين علشان يواجههم، وبيطلع من الباروكه بتاعته بنادق وبيضرب نار عليهم. وده بيدي فرصه لوفي واللي معاه ان هم يهربوا ويرجعوا للسفينه. ووقتها فالنتاين ومستر فايف بيهجموا على اجرام وبيضربوا مستر فايف بالنار وبيفجروا، وبتنهار وينزداي لما بتعرف ان اجرام مات. وتاني يوم مستر فايف وفالنتاين بيلاقوا مستر ناين لسه عايش، فبيعرفوه ان وينزداي واجرام خونه وان هو لازم يساعدهم علشان يقبضوا عليهم. ولكن مستر ناين بيرفض لان هو متعاطف مع وينزداي، فبتضربه فالنتاين وبتخلص عليه. وعلى السفينه لوفي وزمايله بيبصوا لوينزداي وبيظهر ان هي صعبانه عليهم بسبب اللي حصل لها، ولكن كلهم بيكونوا عاوزين يعرفوا قصتها. وفي اللحظه دي وينزداي بتتخلص من مشاعر الحزن اللي عندها وبتوعد اجرام ان هي هتجيب له حقه من المنظمه. وبعدها بتقف قدام لوفي وفريقه وبتقول لهم ان هي اسمها فيفي وان هي تبقى اميره مملكه الاباستا، وان المنظمه بعتت عملائها للمملكه وزرعوا الفتنه بين اهلها لدرجه ان المملكه حصل فيها حرب اهليه، وعلشان كده هي واجرام اتنكروا في هيئه قتله مأجورين وانضموا للمنظمه، وده علشان يعرفوا حقيقه المنظمه ويدمروها. وبتقول لهم ان هي وصلت للسر اللي هيدمر المنظمه دي، وبتعرفهم ان هي قدرت توصل لهويه مستر زيرو زعيم المنظمه. وقبل ما تكمل كلامها بيلاقوا اوراق الورود بتنزل عليهم من السماء، وهنا فيفي بتحذرهم لان في حد من المنظمه موجود حواليهم. وساعتها كلهم بيتفاجئوا ان ساندي موجوده معاهم على السفينه، فبيحاولوا ان هم يشتبكوا معاها علشان يسيطروا عليها، ولكن ساندي بتستخدم قوتها وبتمنعهم. وبعدها بتقول للوفي ان هي ممكن تخلص عليه هو وفريقه في خلال ثواني، ولكن هي مش هتعمل كده، وبتديله فرصه هو وفريقه يرجعوا للمكان اللي جم منه. وبتعرفهم ان الجزيره الجايه اسمها جزيره الحديقه الصغيره، والجزيره دي فيها مخاطر هم مش قدها، ده غير ان هم لما خدوا فيفي معاهم بقوا هدف سهل بالنسبه للمنظمه. ولكن لوفي بيقف قدامها بتحدي وبيرفض العرض بتاعها، وبيقول لها ان هم هيكملوا في طريقهم للخط الاكبر مهما حصل. فبتسخر منه ساندي وبتسيبهم وبتنط في الميه. وبعدها لوفي وفريقه بيتجمعوا سوا، وبتعتذر لهم فيفي علشان هي اللي تسببت لهم في المشاكل دي، وبتقول لهم ان هي هتسيبهم في اقرب فرصه وترجع مملكتها، وده علشان يكملوا رحلتهم من غير ما هي تعطلهم. وبعدها بيوصلوا لجزيره الحديقه الصغيره، وبيتفاجئ لوفي لما بيلاقي الجزيره دي مليانه بالغابات والادغال. وهو بيكون متحمس ان هو يستكشف الجزيره لدرجه ان هو بينادي بصوت عالي على اي حد من سكان الجزيره، ولكنه بيتفاجئ بصوت حيوان بيرد عليه. ولان الصوت عالي جدا فبيخمن لوفي واصحابه ان الحيوان ده حيوان ضخم. وساعتها سانجي وزورو بيتحدوا بعض علشان يشوفوا مين فيهم اللي هيصطاد الحيوان ده. وبعدها بينزلوا كلهم على ارض الجزيره وبيدخلوا وسط الادغال، وبيروح زورو مع سانجي علشان يدوروا على الحيوان اللي هيصطادوه. اما الباقيين فبيمشوا وسط الادغال وهم مستغربين، وده لان الادغال فيها نباتات غريبه اول مره يشوفوها، وبيكون من ضمنها نباتات مفترسه. وساعتها يوسف بيخاف وبيترعب، اما لوفي فما بيكونش فارق معاه وبياكل من اي نبات قدامه. وبعد لحظات نامي بتكتشف ان يوسف مش موجود، فبتفتكر ان هو رجع للسفينه علشان خايف، وبتقرر ان هي تروح له علشان تكون جنبه وتطمنه. اما فيفي فبتكمل في طريقها مع لوفي جوه الادغال لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام ديناصورات كتيره، ولحسن حظهم ان الديناصورات دي مش مفترسه، وده بيخلي لوفي يجري ناحيتهم علشان عايز يركب واحد منهم. ولكن فيفي بتحذره لان ده مهما كان ديناصور وردة فعله ممكن تزعلهم، ولكن لوفي بيتجاهل نصيحتها وبيمد ايده وبيشدها علشان تركب معاه، وبيقول لها ان الجزيره دي جميله من فوق. فبتقول له فيفي ان مملكتها اجمل بكتير، وبتفضل تحكي له عن القصر اللي هي عايشه فيه، فبيوعدها ان هو هيساعدها علشان يرجعها مملكتها. وبعدها بيشم ريحه اكل قريبه منهم، فبيطلب من الديناصور يتحرك ناحيه مكان الاكل. وفي الوقت ده سانجي وزورو بيتصدموا لما بيظهر قدامهم ديناصور من نوع مفترس، وبيبدا يهجم عليهم، ولكن سانجي بيطير في الهواء وبيضرب الديناصور ضربه قويه. وفي نفس الوقت بيتحرك زورو وبيضرب الديناصور بالسيف، فبيقع الديناصور على الارض وبيموت. وبعدها زورو بيسمع صوت حد بيتحرك وسط الشجر، فبيدور في المكان علشان يعرف مين الشخص ده. وفجاه حد بيتحرك جنب منه بسرعه رهيبه، وساعتها بيلاقي على رجله علامه لونها اصفر، وفي نفس اللحظه دي عينيه بتتحول للون الاصفر، وبيظهر ان هو وقع تحت سيطره حاجه معينه. وفي الوقت ده لوفي بيلاقي كميه كبيره جدا من الاكل، فبيفرح جدا وبيبدا ياكل منها وهو في منتهى السعاده. وهنا فيفي بتحذره لان الاكل
ده يخص حد من اهل الجزيره، وبيتضح ان هي عندها حق في كلامها لان في واحد عملاق بيجي من وراهم وبيكون متضايق لان لوفي اكل الاكل بتاعه. وفي نفس الوقت ده نامي ويوسف بيسمعوا صوت غريب حواليهم. فجاه بيظهر قدامهم واحد من العمالقه وبيطلب منهم حاجه يشربها، فبتشاور نامي على برميل المشروب اللي على السفينه، فبيمسك البرميل وبيشربه في ثواني. وبعدها بيقول لهم ان هو بيحب ياكل بعد ما بيشرب، وبيمد ايده الضخمه ناحيتهم وبيمسكهم، وبعدها بياخدهم على الكهف بتاعه علشان يطبخهم وياكلهم. وساعتها يوسف بيكون مرعوب، ولكن نامي بتطلب منه يكون شجاع، وبتقول له ان هي عندها خطه معينه هتنقذهم من اللي هم فيه. وبتطلب منه يتكلم مع العملاق عن الحروب لان باين عليه محارب واكيد هيحب الكلام عن الحروب والمغامرات. واثناء ما هو هيكلم العملاق هي هتدور على طريقه يهربوا بيها. فبيسمع يوسف كلامها وبينادى على العملاق بصوت عالي وبيقول له ان هو محارب زيه ودخل في معارك كتير وانتصر فيها لدرجه ان هم سموه سيد الدمار. فبيعجب العملاق بشجاعته وبيقدم له اكل علشان ياكل. ووقتها نامي بتستغرب وبتسال العملاق لو مش ناوي ياكلهم، فبيتريق عليها وبيقول لها ان هو مش بياكل بشر، وبيعرفهم بس ان هو حب يستضيفهم عنده لان هو بيحب يتكلم اثناء الاكل. وبيقول لهم ان هو اسمه بروجي وان هو افضل محارب على الجزيره. فبتعرفوا نامي بنفسها وبزميلها يوسف، فبيرحب بيهم بروجي وبيكون مبسوط لانه قابل محارب شجاع وعظيم زي يوسف سيد الدمار. وهنا نامي بتبص ليوسف بسخريه لانه بروجي مخدوع فيه. وفي نفس الوقت ده بيوصل مستر فايف وفالنتين للجزيره، وبتكون فالنتين خايفه ان مستر زيرو يبعت وراهم حد علشان يخلص عليهم، وده بعد ما فشلوا انهم يقبضوا على لوفي وفريقه. فبيوعدها مستر فايف ان هو هيدافع عنها مهما حصل. وبعدها بيدخلوا سوا للجزيره وبيتفاجئوا لما بيلاقوا قدامهم كوخ لونه ابيض. وساعتها بيخرج من الكوخ ده واحد من عملاء المنظمه اسمه مستر 3، وبنعرف ان مستر 3 رتبته اعلى منهم وعنده قدره على السيطره على العقول بسهوله. وبيقول لهم ان مستر زيرو بعته علشان يقبضوا على لوفي وفريقه، ورجالته منتشرين في كل مكان على الجزيره، ولكن لوفي واللي معاه اتصاحبوا على 2 من العمالقه، واللي حصل ده هيخلي مهمته هو ورجالته تكون صعبه، وبيطلب منهم يساعدوه في المهمه. وفي مقابل ده مش هيخلي مستر زيرو يخلص عليهم، وبيعرفهم ان قرار اعدامهم صدر بالفعل. وطبعا فالنتين ومستر 5 بيوافقوا بدون تردد. وفي الوقت ده لوفي بيكون قاعد هو وفيفي قدام العملاق، وبيفضل لوفي ياكل من اكل العملاق وهو مستمتع، وبيكون العملاق مبسوط بوجودهم معاه. وبيتفاجئ لوفي اما بيشوف علم القراصنه جنب العملاق، فبيقول له ان هو قرصان زيه وهيبقى ملك القراصنه في يوم من الايام. فبيعرفوا العملاق بنفسه وبيقول له ان هو اسمه دوري وان هو قائد الجزيره دي كلها. فبيعرفوا لوفي على فيفي وبيقول له ان هي اميره مملكه الاباستا، وبيقول له على اللي حصل معاهم على جزيره الصبار. فبتحكي له فيفي على صديقها اجرام اللي مات وهو بيحميها، وبتقول له ان هو مات زي اي محارب شجاع في المعركه، ولكن هي زعلانه علشان مش قادره تعمل له جنازه مناسبه. فبيتاثر دوري بكلامها لدرجه ان هو بيعيط. وفي الوقت ده نامو ويوسف بيعرفوا من بروجي ان هو ودوري بيتقاتلوا من اكتر من 100 سنه، وحصل بينهم اكتر من 700 الف معركه، وده لان كل واحد فيهم عاوز يثبت زعامته على الجزيره، ولكن كل معركه بتنتهي بينهم بالتعادل. وهوب بيسمعوا صوت انفجار والارض بتتهز تحتهم، فبيطمنهم بروجي وبيقول لهم ان ده صوت البركان اللي موجود على الجزيره، وبيعرفهم ان ده وقت القتال بينه وبين دوري. وبيسيبهم وبيخرج من الكهف علشان يروح يدور على دوري على الجزيره. بعدها بتسمع نامي صوت حد بيتحرك حواليها بسرعه، ووقتها بيتعمل على رجلها علامه لونها اخضر، فبتتحول عينيها وقتها للون الاخضر، وبعدها بترجع للونها الطبيعي. وبعدها بياخدهم بروجي على كتفه وبيتحرك بيهم على الجزيره. وفي نفس الوقت ده دوري بيحكي لفيفي ولوفي على قصه خلافه مع بروجي، وفيفي ما بيكونش عاجبها ان هم ضيعوا من عمرهم 100 سنه في القتال، ولكن دوري ما بيهتمش بكلامها وبيستعد للمعركه اللي جايه. اما زورو فبيكون ماسك سيفه وعمال يقطع في الفاكهه وهو بيضحك. وبنرجع للعمالقه اللي بيتقابلوا في ميدان القتال، وبيبان ان هم اصدقاء جدا وبيحترموا بعض، وده بيخلي لوفي وفريقه يكون صعبان عليهم ان واحد فيهم يموت. والغريب ان قبل ما القتال يبدا بروجي ودوري بيعبوا الكاسات علشان يشربوا سوا. وهنا بتظهر فالنتين وبتسال مستر 5 لو حط القنبله في المشروب، فبيطمنها وبيقول لها ان كل حاجه تمام. وبيظهر ان مستر 5 حط قنبله جوه المشروب بتاع بروجي، والقنبله بتنفجر جوه معدته وبيحس بالم شديد، ومع ذلك بيكمل القتال بكل شجاعه. وهنا فيفي ولوفي بيشوفوا مستر 5 وفالنتين وهم واقفين على الناحيه الثانيه، فبيفهموا ان هم اكيد اللي ورا اللي بيحصل، فبيجروا بسرعه علشان ينتقموا منهم. وساعتها دوري بيطعن بروجي بالسيف وبيموته وبيحتفل بانتصاره. فبيحزن يوسف على اللي حصل لصاحبه. وفي نفس الوقت ده بتيجي فالنتين علشان تاخد نامي معاها، وبيبان وقتها ان نامي مش في وعيها. واول ما يوسف بياخد باله من اللي بيحصل بتدمر فالنتين الصخره اللي تحت منه وبتوقعه على الارض. وبيفوق يوسف بعد لحظات وبيلوم دوري لانه بيحتفل بانتصار مزيف، وبيعرفوا ان مستر 5 وفالنتين حطوا قنبله جوه مشروب بروجي وهم اصلا السبب في موته، يعني دي ما كانتش معركه شريفه. فبيحزن دوري على صديقه اللي مات. اما يوسف فبيحضن بروجي وبيعتذر له علشان ما قدرش يدافع عنه. بعدها بيروح يدور على نامي علشان ينقذها. وفي الوقت ده فيفي ولوفي بيدوروا على مستر 5 في الغابه، ولكنهم بيتوهوا عن بعض. ولما فيفي
فيفي بتلاقي لوفي بتكتشف ان في بنت واقفه قدامه اسمها جولدي، وبتتفاجئ فيفي لما بتشوف علامه على وش لوفي، فبتقول لها جولدي ان هي خلاص لمسته ووقع تحت تاثيرها. فبتجري فيفي بسرعه علشان تدور على حد من اصحاب لوفي ويرجعوا ينقذوه، ولكن مستر فايف بيظهر قدامها وبيضربها وبيغمى عليها. وفي اللحظه دي سانجي بيرجع للجزيره بعد ما اصطاد حيوان علشان ياكلوه، ولكنه بيتفاجئ ان مفيش حد منهم موجود على السفينه نهائي. وفي الوقت ده دورو بيدخل كهف بروجي وهو حزين على وفاته، وبيوعده ان هو هينتقم له من اللي عمل فيه كده، ولكن مستر 3 بيظهر من وراه وبيستخدم قوته وبيحوله لتمثال من الشمع. وفي الوقت ده فيفي بتفوق وبتلاقي نفسها اسيره مع نامي وزورو، وبتلاحظ ان نامي وزورو في حاله من اللاوعي ومش دريانين باي حاجه حواليهم. وساعتها فيفي بتلاحظ العلامه اللي موجوده على رجل نامي، فبتقرب منها وبتمسح العلامه دي بسرعه، فبترجع نامي لوعيها وبتقول لها فيفي ان العلامه دي تخص مستر 3 واتباعه، وانها بتعمل تنويم مغناطيسي اول ما تلمس الجلد. فبتحاول نامي تمسح العلامه من على رجل زورو، ولكنه بيبعد عنها وبيفضل يهزر. وهنا فيفي بتقول لنامي ان هم موجودين في كوخ مستر 3، وان الراجل ده بيمتلك قوه خارقه بتحول اي حد لتماثيل من الشمع، وبتتمنى ان اي حد من فريقهم يجي بسرعه وينقذهم. ولما بيسالوا زورو عن سانجي بيقول لهم هو بيضحك ان سانجي اكيد تاه في الغابه، فبتقول له نامي ان اكيد لوفي هيجي وينقذهم، ولكن فيفي بتقول لهم ان لوفي وقع تحت تاثير التنويم المغناطيسي زيهم. وفي الوقت ده يوسف بيكون في الغابه وبالصدفه بيشوف مستر 3 وهو بيتكلم مع جولدي، وبيعرف منها ان لوفي موجود على الشاطئ، وبيعرف كمان ان نامو وزورو وفيفي محبوسين في الكوخ، فبيجري بسرعه وبيروح عند لوفي، وما بيكونش عارف ان لوفي وقع تحت تاثير جولدي. وحتى لما بيشوف العلامه على وش لوفي ما بيفكرش ان هو يشيلها، وبيفضل يقول له ان هم لازم يروحوا ينقذوا اصحابهم بسرعه، ولكن لوفي بيكون واقع تحت تاثير الاحساس بالذنب، وبيفضل يلوم نفسه على اللي هيحصل لاصحابه وان هو هيكون السبب في موتهم. فبيمشي يوسف وبيروح يدور على سانجي علشان يساعده وينقذوا اصحابهم سوا. وبعدها بتيجي جولدي وبتقعد قدام لوفي وبتطلع على الالعاب بتاعتها، وبتقول له ان محدش كان بيرضى يلعب معاها بسبب قوتها الخارقه. ولما بتلاقيه حزين بترسم له علامه باللون الاخضر، وبتمسح العلامه الزرقاء لانها بتسبب الحزن. لوفي بيحاول يقاوم تاثيرها ولكنه بيفشل، وبيسمع كلامها وبيشرب الشاي اللي هي عملته له. اما سانجي فبيدور على اصحابه في الغابه لحد ما بيوصل للكوخ الابيض وبيقتحمه، ولكنه بيلاقيه فاضي وما فيهوش حد، وده لان مستر 3 اخد زورو ونامي وفيفي وثبتهم في التورته اللي هو عملها من الشمع. وبتقترح فالنتين هي ومستر 5 ان هم يخلصوا عليهم، ولكن مستر 3 بيمنعهم لان هو عاوز يستمتع بتعذيبهم، وبيأمر مستر 5 ان هو يولع الشمع اللي في التورته، وساعتها رذاذ الشمع بينزل على الثلاثه. فمستر 3 بيقول لهم ان هم يتحولوا لتماثيل من الشمع ولكن بالبطيء، وده بالنسبه له قمه المتعه. ولكن نامي بتلاحظ ان زورو هو الوحيد اللي ايده مش متثبته بالشمع، فبتستخدم ذكائها وبتقول لمستر 3 ان هو مش فنان ولا حاجه، وده لان زورو واقع تحت تاثير التنويم المغناطيسي وعمال يضحك. وبتكون خطه نامي انها تستفز مستر 3 وتخليه يرجع زورو لطبيعته، وفعلا خطتها بتنجح ومستر 3 بيمسح العلامه من على رجل زورو، وساعتها زورو بيمسك السيف وبيحاول يدمر الشمع ولكنه بيفشل. فبيضحك مستر 3 وبيقول لنامي ان هي لازم تعترف ان هو فنان بجد، فبتحبط نامي لان خطتها فشلت. وبنرجع لسانجي اللي بيكون قاعد في الكوخ وبيلاقي ملفات لكل اصحابه، فبيفهم ان الكوخ ده تبع المنظمه، وساعتها بيلاحظ ان في زرار سري في المكتب، واول ما بيدوس عليه بيلاقي تليفون بيطلع من مكان سري في المكتب، فبيمسك السماعه وبيمثل ان هو مستر 3 وبيتواصل مع المنظمه. وبيتفاجئ وقتها ان اللي بيرد عليه هو مستر زيرو بنفسه، وبيساله هو عمل ايه في المهمه، فبيقول له ان لوفي واللي معاه خلاص ماتوا. فبيفرح مستر زيرو وبيعرفوا ان هو هيبعت له مسز فرايدي ومستر 13 علشان ياكلوا الجثث بتاعتهم. فبيخرج سانجي بسرعه من الكوخ قبل ما يوصلوا، ولكنه بيلاقوهم وصلوا للجزيره وبيضربوا نار عليه، فبيجري بسرعه وبيستخبى جوه الكوخ. وفي الوقت ده يوسف بيسمع صوت بروجي وهو بيتألم، فبيجري عليه بسرعه وبيكون مبسوط لان هو لسه عايش. فبيقول له بروجي ان الطعنه كانت خفيفه ولكنه مصاب وحاسس بألم شديد. فبيحكوا له يوسف ان عملاء المنظمه حطوا له قنبله في المشروب بتاعه، وان هم خطفوا اصحابه وهو مش قادر ينقذهم. ووقتها بروجي بيكون عارف ان يوسف خايف، وبيقول له ان المحارب الشجاع لازم يحس بالخوف لان الخوف هيكون دافع ليه علشان ينتصر في المعركه. فبيتحمس يوسف وبيقرر ان هو يروح ينقذ اصحابه باي ثمن. وقتها بيهجم مستر 13 على سانجي في الكوخ، ولكن سانجي بيخلص عليه بضربه واحده. وبعدها بتيجي مسز فرايدي وبتدخل مع سانجي معركه عنيفه، وبتفضل هي وسانجي يضربوا في بعض لحد ما سانجي بيقدر يموتها. وبعدها بيتصل على مستر زيرو وبيقول له ان العملاء الاثنين بتوعه ماتوا. فبيتصدم مستر زيرو وبيفهم ان سانجي خدعه وان لوفي واصحابه لسه عايشين، وبيكون غضبان ومن شده غضبه الورده اللي في ايده بتدبل، وبيبلغ سانجي ان هو هيدفعه ثمن اللي عمله. ولكن سانجي بيتجاهل كلامه وبيخرج من الكوخ وبياخد البوصله اللي كانت مع مستر 13 وبيمشي. وبنروح للوفي اللي بتجبره جولدي ان هو ينزل البحر، وده لانها عارفه ان هو لو شرب من الماء المالحه هيفقد قوته الخارقه.
خارقة، ولكن يوسوب بيوصل في الوقت المناسب وبينادي على لوفي وبيطلب منه يقاوم تأثير جولدي عليه. فبتتعصب جولدي وبتجري ورا يوسوب علشان تخليه يقع تحت تأثيرها هو كمان، ولكن يوسوب بيجري منها وبيخبط الألوان وبتيجي في وشها. فبتصرخ جولدي لأن هي وقعت تحت تأثير لعنتها ومش هتعرف تتخلص منها. وهنا يوسوب بيجري على لوفي وبيساعده علشان يخرجوا من المية، وبعدها بيروحوا بسرعة علشان ينقذوا أصحابهم، ولكنهم بيلاقوهم خلاص اتحولوا لتماثيل من الشمع. ومستر 3 بيقول له لوفي ان اصحابه قدامهم دقيقتين بس ويموتوا، فبيقف قدامه لوفي علشان يحاربه، ولكن مستر 3 بيطلع يجري جوه الغابة. فبيطلب لوفي من يوسوب ان هو ينقذ اصحابهم وبيطلع يجري ورا مستر 3 علشان يخلص عليه. وهنا يوسوب بيلاقي نفسه قدام فالنتين ومستر 5، فبيقترح عليهم ان هم يدخلوا قتال واحد ورا واحد، وبيختار ان هو يقاتل فالنتين الاول. فبتفرح لان هي هتستمتع وهي بتموته، وبيكون يوسوب عارف ان هي اقوى منه بكتير، ومع ذلك بيستفزها علشان تضربه بقوة، وساعتها قوة الضربة هتكسر الشمع من على اصحابه. وفعلا ده اللي بيحصل، وبتهجم نامي وفيفي على فالنتين وبتحصل بينهم معركة قوية. اما زورو فبيقرر ان هو يقاتل مستر 5، ولكنه بيتفاجئ ان رجله لسه متثبتة في الشمع، فبيساعده يوسوب وبيضرب مستر 5 بالنبلة بتاعته. فبيستغل زورو الفرصة وبيتخلص من الشمع بسرعة وبيهجم على مستر 5 وبيخلص عليه. اما نامي وفيفي فبيكونوا خلاص سيطروا على فالنتين وفقدوها الوعي، وبيروح للوفي اللي بيدور على مستر 3 لحد ما بيلاقيه قدامه. فبيجهز ضيته وبيضربه بقوة، ولكنه بيكتشف ان ده تمثال من الشمع. وبعدها بتظهر قدامه تماثيل كتير لمستر 3 جوه الغابة، فبيحتار لوفي وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبيقرر يضربهم كلهم لحد ما يعرف مين فيهم مستر 3 الحقيقي. واول ما ده بيحصل بيهرب مستر 3 من قدامه وبيجري على كهف بروجي، وهناك بيستدرج لوفي وبيثبت في ايده مطرقة من الشمع علشان يقيد حركته. وفي اللحظة دي لوفي بيشوف تمثال دوري وبيستفزه مستر 3 وبيقول له ان هو اللي عمل فيه كده. وساعتها لوفي بيوصل لقمة غضبه وبيستجمع قوته كلها وبيضرب مستر 3 بالمطرقة اللي متثبتة في ايده. فبيقع مستر 3 على الارض وبيغمى عليه من قوة الضربة. وبعدها بيرجع لوفي لاصحابه وبيفرح لما بيلاقوهم اتحرروا من الشمع. ووقتها بيجي سانجي وبيدي لنامي البوصلة اللي هو اخدها من مستر 13، وبتكتشف نامي ان البوصلة مظبوطة على اتجاه مملكة الاباستا. وفي الوقت ده بيجي دوري وبيشكر لوفي لانه انقذ حياته. وهنا سانجي بيتصدم اول ما بيشوفه لان ما كانش يعرف ان الجزيرة عليها عمالقة. وبعدها لوفي واصحابه بيركبوا السفينة وبيفرحوا لما بيشوفوا دوري وبروجي وهما بيتصالحوا. وبعدها بيودعوهم وبيتحركوا في طريقهم، وبتكون فيفي فرحانة لما لوفي بيقول لها ان هما هيوصلوها لمملكتها الاول، ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا وحش عملاق بيخرج من البحر. وهنا دوري وبروجي بيتحدوا سوا وبيضربوا مية البحر بضربة قوية جدا، ومن شدة الضربة الامواج بتقسم جسم الوحش نصين. وفي الوقت ده في الكوخ فالنتين بتلوم مستر 3 لان هو السبب في اللي حصل، لان هو ما سمعش كلامها وخلص على لوفي واصحابه. وساعتها التليفون بيرن فبيقلق مستر 3 لان هو عارف ان اللي بيتصل هو مستر زيرو، واكيد هو عاوز يعرف ايه اللي حصل، ولو عارف ان هو فشل في المهمة هيخلص عليه. فبتقول له فالنتين ان هي هترد على مستر زيرو وتعرفه باللي حصل، ولكن مستر 3 بيمسكها وبيحولها لتمثال من الشمع. وعلى بالليل لوفي وفريقه بيتعشوا سوا وبيحتفلوا بانتصارهم. واثناء العشاء نامي بتقول لفيفي ان هي تعبانه شويه وهتروح تنام في اوضتها، لكن اول ما بتوصل لسطح السفينه بتتعب اكتر وبيغمى عليها. وفي الوقت ده بنشوف ساندي وهي بترد على مكالمه من مستر زيرو، وبيظهر ان هو مكلفها بمهمه معينه، وبيبان وقتها ان هي قاعده مع الملك وابول ملك مملكه الطبله، واللي بيكون متضايق لان مستر زيرو رافض يقابله وما بيكونش عاجبه ان هو يتكلم مع ساندي. فبتفهمه ساندي ان مستر زيرو مش فاضي، فبيتعصب وابول وبيقول لها ان هو بيمول المنظمه بفلوس كتير وجاي الوقت ان هم يدفعوا ثمن مساعدته ليهم. ولكن ساندي بتهديه وبتديله الفاكهه المسحوره وبتقول له ان دي هديه من مستر زيرو. فبيفرح الملك وابول لان هو عارف ان اي حد بياكل من الفاكهه دي بيكتسب قوه خارقه، وبيسال ساندي عن القوه اللي هتديها له الفاكهه دي، فبتقول له ياكلها ويشوف بنفسه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف نامي وهي بتصحى من النوم وبتلاقي سانجي قدامها، وبتتفاجئ لما سانجي بيقول لها ان بقالها 4 ايام فاقده الوعي، وبتتفاجئ اكتر لما بتلاقي عروقها بتتحول للون الاسود. ولكن سانجي بيطمنها وبيوعدها ان هم هيعالجوها، وبيطلب منها ان هي تنام علشان هي محتاجه للراحه. وبعدها بيرجع لاصحابه وبيقول لهم ان نامي حالتها صعبه، وده معناه ان هم لازم يلاقوا دكتور يعالجها في اسرع وقت. وهنا فيفي بتقول لهم بلاش يروحوا على مملكتها، والافضل انهم يقفوا في اقرب جزيره تقابلهم علشان يعالجوا نامي. فبتعجبهم الفكره وبيوافقوا عليها، وبنروح لجزيره اسمها رينيس واللي بتكون فيها قاعده اتصالات القوات البحريه. وساعتها بيوصل سموكر وتشيجي للجزيره، وبيتضح ان هم بيراقبوا المكالمات اللي بتحصل بين افراد المنظمه، وده علشان يقدروا يحددوا مكانهم ويقبضوا على اي حد فيهم. وبنعرف ان سموكر ناوي يخبي على جاربي اي معلومه هيوصل لها، وده لان هو عاوز يوصل للوفي واصحابه الاول. واثناء ما بيكونوا ماشيين بتتكعبل تشيجي في جثه جندي على الارض، ومن خلال اصابته بتعرف ان هو مات بالسيف. فبيخمن سموكر ان اللي عمل كده هو لوفي واصحابه، ولكن بيكون مستغرب ومش عارف ايه السبب اللي يخليهم يهجموا على قاعده الاتصالات.
الاتصالات، ومع ذلك بينزل علشان يشوف اللي بيحصل جوه القاعده، وبيطلب من تشيجي ان هي تبلغ القياده باللي بيحصل. وفي الوقت ده لوفي واصحابه بيلاقوا جزيره قدامهم، وساعتها فيفي بتقول لهم ان دي مملكه الطبله، وبتطلب منهم ان هم ما يجيبوش سيره ان هي من مملكه الاباستا، وده لان الملك وابول بينه وبين مملكتهم خلاف كبير وممكن يأذيها لو عرف بوجودها. ومع ان فيفي بتكون خايفه ولكن بتقول لهم ان مفيش قدامهم حل تاني غير انهم يروحوا الجزيره دي، وده لان فيها اطباء كويسين وهيعالجوا نامي وهينقذوها من الموت. وهنا بترجع فيفي بالزمن 10 سنين لورا، ووقتها بتروح تبص من الشباك على اجتماع للحكومه العالميه، وبيكون حاضر الاجتماع ده كل ملوك العالم، وبيتكلم رئيس الاجتماع عن خطوره دراجون زعيم الجيش الثوري واللي بيهدد موازين القوه بين الممالك، وبيقول ان اسلم حل لمواجهته هو التعامل مع الشعوب بديمقراطيه علشان ما يدوش فرصه لدراجون ان هو يعمل اي ثوره في اي مكان. ولكن الملك وابول ما بيكونش عاجبه الكلام ده، وبيقول ان هو بيحكم مملكته بالقوه وان شعبه ما بيشتكيش منه نهائي. وساعتها فيفي بتشوف ابوها الملك كوبرا وهو بيعترض على كلام وابول، وبيقول له ان الملك لازم يعامل شعبه معامله كويسه، فبيتعصب الملك وابول وبيزعل الملك كوبرا، وبتحصل بينهم خناقه. وفي الوقت الحالي بنشوف سموكر وهو في قاعده الاتصالات، وساعتها بيلاقي الاجهزه كلها متدمره، وبتظهر قدامه واحده من عملاء المنظمه اسمها سيرزداي، فبيفهم ان المنظمه هي اللي ورا تدمير القاعده، وبيستخدم قوته الخارقه وبيخلص على العامله سيرزداي. وفي نفس الوقت ده بيوصل لوفي واللي معاه لمملكه الطبله، وقتها بينضرب عليهم نار من ورا الباب، وبتتصاب فيفي بطلقه في كتفها، فبيتعصب لوفي وبيكون عاوز يهجم على الباب ويكسره، ولكن فيفي بتمنعه في اخر لحظه، وبتقول له ان العنف مش هيجيب نتيجه، وبتعتذر للحراس وبتقول لهم ان هم محتاجين حد يعالج صاحبتهم. وهنا باب المملكه بيفتح وبيخرج دالتون قائد حرس المملكه، وبيسمح لهم يدخلوا وبيعتذر لهم عن اللي حصل، فبيقول له لوفي ان هم محتاجين دكتور علشان يعالج نامي، فبيعرفوا دالتون ان مفيش غير دكتوره واحده بس في المملكه، والدكتوره دي اسمها كوريها وعايشه في قصرها اللي فوق قمه الجبل. ولكن الحارسه ماريا بتحذرهم لان كوريها ساحره وبتعالج الناس بطرق غريبه، ومع ذلك لوفي بيصمم ياخد نامي علشان كوريها تعالجها. وبنرجع تاني للقاعده وبنشوف تشيجي وهي بتدخل لمكتب القائد وبتلاقيه ميت، وفجاه بيظهر قدامها عميل من المنظمه اسمه مستر 11، فبتفهم ان هو اللي قتل القائد، وبدون اي تردد بتهجم عليه وبتحصل معركه بينهم، ولكن تشيجي بتقدر تضربه بقوه وبيغمى عليه. وفي نفس اللحظه بيدخل سموكر وبيعرفها ان المنظمه دمرت قاعده الاتصالات ولازم يعرف ايه السبب اللي خلاهم يعملوا كده. وبنرجع للوفي اللي بيقرر يخلي زورو ويوسف مع فيفي في المملكه، وبيشيل نامي على ظهره وبياخد سانجي معاه وبيتسلقوا الجبل، وده علشان يوصلوا للدكتوره ويعالجوا نامي. ولكن بتحصل عاصفه قويه جدا وبيقع سانجي من فوق الجبل وبيخبط في صخره، وبعدها بيقع من على الصخره، ولكن لوفي بيمدله ايده وبيمسكه وبيستجمع كل قوته وبيرميه على قمه الجبل، وبعدها بيتسلق لوفي الجبل لحد ما بيوصل للقمه بصعوبه، وبعدها بيتفاجئ لما بيشوف رجلين وحش بتقرب منه، ولكنه بيكون خلاص فقد كل قوته وبيغمى عليه. وفي الوقت ده زورو بيروح لدالتون وبيساله عن حال المملكه، فبيقول له ان المملكه حاليا في مرحله تعافي والناس اللي فيها حالتهم بدات تتحسن، ولكن هو خايف ان وابول يرجع المملكه تاني لانه هيدمرها تماما هي وشعبها، فبيطلب منه زورو يستغل الفرصه ويحكم المملكه. ولكن دالتون بيقول له ان هو مش طمعان في الحكم، وكل اللي يهمه هو ان الشعب المملكه يعيش في سلام. وفي الوقت ده فوق الجبل بتفوق نامي وبتلاقي نفسها في مكان شبه المستشفى، وبتكتشف ان في محلول متعلق ايديها وان حالتها اتحسنت عن الاول، ولكن بتقلق اول ما بتشوف سانجي نايم على السرير اللي قدامها. وفجاه بيدخل غزال صغير للمكان اسمه تشوبر، واول ما نامي بتنادي عليه بيخاف وبيستخبى منها، ولكن بيطمن عليها من بعيد لبعيد. وساعتها بتظهر الدكتوره كوريها وبتقول لها ان هي اللي عالجتها، وبتطمنها ان حالتها بقت احسن، وبتعرفها ان هي اتلدغت من حشره نقلت لها عدوى مميته، وبتبدا تناقش حالتها مع تشوبر واللي بيكون واضح عليه انه بيفهم في الطب. فبتسالها نامي عن سانجي، فبتقول لها ان هو عنده ضلعين مكسورين، ولكن هي اهتمت بيه وعالجته. وقبل ما نامي تسالها عن لوفي بتلاقيه داخل عليهم وهو بيصرخ وبيقول ان الست دي مجنونه وكانت عايزه تقدمهم للوحش اللي هي مربيه عندها. وبيصحى سانجي من النوم على صوت لوفي، ولكنه ما بيهتمش لكلام لوفي نهائي، وبيفرح اول ما بيلاقي نامي خفت وبقت كويسه. وهنا لوفي بياخد باله من غلطته وبيطمن هو كمان على نامي، وبيشكر كوريها علشان عالجتها وبيعتذر لها عن الطريقه اللي هو عاملها بيها. واول ما بيشوف تشوبر قدامه بينبهر بيه، وبعدها سانجي ولوفي بيحضروا الاكل لنامي، ولكنهم بيلاحظوا ان تشوبر بيراقبهم من بعيد، فبينادوا عليه علشان يتكلموا معاه، ولكنه بيرفض وبيفضل مستخبي في مكانه. وقتها بيشوف لوفي علم القراصنه جوه الصندوق اللي قدامه، واول ما بيلمس العلم تشوبر بيتعصب وبياخده منه وبيرجع له الصندوق تاني، وبعدها بيسيبهم ويمشي وهو حزين. ولما بيجي وقت العشاء لوفي بيسال كوريها عن سبب حزن تشوبر وايه قصتهم مع علم القراصنه، فبتحكي لهم كوريها عن حكايه تشوبر. وبنرجع بالزمن كام سنه لورا، ووقتها بتكون كوريها هربانه من جنود الملك لانهم بيقبضوا على الدكاتره، لان الملك بيحبسهم عنده في القصر علشان يعالجوه هو بس. وفي اللحظه دي بتشوف دكتور اسمه لوك وهو بيستخبى جنبها من جنود
جنود الملك. وبيبان وقتها ان كوريها ولوك مختلفين في وجهات النظر، والخلاف بيوصل بينهم لخناقه على طريقه علاج المرضى. وبعدها كل واحد فيهم بيمشي من طريق، وبيشوف لوك على الارض اثار اقدام كان غريب، والاثار دي بتصغر كل شويه لحد ما بيلاقي تشوبر متصاب بطلقه رصاص. فبيقرب منه علشان يعالجه، ولكن تشوبر بيخاف منه وبيبعد عنه، وبيفضل يقاوم لحد ما بيفقد الوعي. وفي اليوم اللي بعده تشوبر بيفوق وبيكتشف ان هو نايم في السرير في بيت لوك. فبيساله لوك عن اخبار صحته، وبيتصدم لوك لما بيعرف ان تشوبر بيرد عليه زي البشر. فبيقرب منه وبيساله لو هو اكل من الفاكهه المسحوره. فبيقول له تشوبر ان ده اللي حصل فعلا، وان هو كان جعان وما خدش باله منها واكلها. وبيقول له كمان ان هو بيتحول لوحش كبير لما بيحس بالغضب، علشان كده البشر بيطاردوه وبيضربوا عليه نار، ولكن هو لما بيهدى بيرجع لطبيعته تاني. فبيفهموا لوك ان الفاكهه المسحوره منحته قوه خارقه. ولما بيساله عن اهله بيقول له انه ملهوش اهل، وده لان فصيلته بعدت عنه بسبب ان مناخيره لونها زرقاء. فبيتعاطف لوك معاه وبيقرر ان هو يربيه ويعلمه درس في الطب وطريقه جمع الاعشاب من الغابه. وبيفضلوا سوا على الحال ده فتره من الزمن، لحد ما في يوم من الايام تشوبر بيسال لوك عن علم القراصنه اللي هو معلقه على الجدار، ويسر الفاكهه الحمراء اللي مرسومه على العلم. فبيقول له لوك ان هو زمان كان قرصان وجاله مرض مميت، ولكنه اتعالج بمجرد ما شاف فاكهه الكريز قدامه، ولان محدش هيصدقه فهو احتفظ بالسر ده لنفسه، وقرر ان هو يحط نبته الكريز على علم القراصنه، لان هو شايف ان العلم ده مش رمز للموت ولكنه رمز لمحاربه المرض من خلال النباتات والاعشاب. وبيفضل لوك يعمل تجارب كتير لانه عاوز يوصل لعلاج يشفي الناس من كل الامراض. وفي يوم بيكون راجع هو وتشوبر من عند البحر، وفجاه بيطلب من تشوبر ان هو يبعد عنه ويشوف حياته في مكان تاني. فبيتصدم تشوبر وما بيكونش مصدق كلامه، ولكن لوك بيسيبه وبيدخل البيت وبيقفل الباب في وشه. فبينهار تشوبر وبيترجاه يفتح له، ولكن لوك بيعيط وبيطلب منه يسامحه. فبيسيبه تشوبر وبيمشي وهو قلبه مكسور. وتاني يوم بيراقب البيت من السطح، وبيتفاجئ لما بيلاقي كوريها بتكشف على لوك، وده لان لوك اتصاب بمرض مميت وعلى وشك الموت، وعلشان كده هو طلب من تشوبر يبعد عنه لان هو مش عاوزه يحزن عليه وهو بيموت قدامه. وبيطلب لوك من كوريها ان هي تاخد بالها من تشوبر من بعده وتكمل تجاربه لحد ما توصل للعلاج اللي هيعيش في كل البشر. ومع ان كوريها بتكون متعاطفه معاه، ولكن ما بيكونش عاجبها حاله الضعف اللي هو فيها. فبتقول له ان هو لسه مش هيموت دلوقتي، والافضل ان هو يكمل تجاربه بنفسه. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيتفاجئ لوك ان تشوبر داخل عليه وهو مصاب ومتعور، وبيكون ماسك في ايده الفطر المسحور اللي الناس بيتكلموا عنه، وبيقول له ان هو راح وادي الموت وجاب له الفطر ده من هناك علشان يخف. فبيشكره لوك على اهتمامه وبياخده في حضنه، وبعدها بياكل الفطر وبيقول له ان هو خف واسترد صحته، ولكن لازم يروح لقصر الملك علشان يطمن على زمايله الاطباء اللي هناك. وبعد ما لوك بيمشي بتيجي كوريها وبتسال عليه، فبيقول لها تشوبر ان هو راح لقصر الملك. فبتستغرب ازاي هو خرج مع ان هو مريض، ولكن تشوبر بيعرفها ان لوك خف لما هو اداله الفطر المسحور. فبتقول له كوريها ان المرض اللي كان عند لوك ملوش علاج، وبتطلب منه يوريها الفطر اللي هو اداهوله. فبيشاور لها تشوبر على صوره الفطر في الكتاب اللي معاه، وبيعرفها ان لوك قال له ان العلامه دي معناها محاربه المرض. فبتنهار كوريها وبتقول له ان هو فهم غلط، وان العلامه دي معناها ان الفطر ده مسموم. فبيستغرب تشوبر وما بيكونش مصدق كلامها، والدليل ان لوك اخذ الفطر من ايده وعالج نفسه بيه. تصدم كوريها وبتقول له ان لوك ضحى بنفسه علشان ما يخلوش يزعل، خصوصا بعد ما خاطر بحياته وراح يجيب الفطر من وادي الموت. وبتقول له كمان ان لوك هيغامر بحياته علشان ينقذ زمايله الاطباء من ايد الملك. فبينهار تشوبر من العياط وبيطلع يجري علشان يطمن على لوك. وقتها لوك بيكون وصل للقصر وبيرمي قنابل على الجنود وبيخلص عليهم لحد ما بيوصل عند الملك وابوله وبيقف قدامه، وبيطلب منه ان هو يحرر الاطباء ويخليهم يعالجوا شعب المملكه، ولكن الملك بيؤمر باعدامه فورا. وساعتها لوك بيطلب من دالتون ان هو يخلي باله من وحش الغابه، وبيعرفه ان هو كائن مسالم وما بيأذيش حد. وبعدها بيطلع متفجرات من شنطته وبينهي حياته. وفي الوقت ده بيوصل تشوبر لقصر الملك، واول ما بيشوف طاقية لوك بيفهم ان هو مات، ومن شده غضبه بيتحول لوحش ضخم. فبيمسكوا دالتون وبيفهموا ان لوك طلب منه يخلي باله منه، وان هو قال عليه مسالم وما بيأذيش حد، وبيطلب منه يثبت ان كلام لوك صح مش غلط. فبيتأثر تشوبر من الكلام ده وبيخرج من القصر وبيطلع يجري. واول ما بيرجع لبيت لوك بيطلب من كوريها ان هي تعلمه الطب لان هو عاوز يبقى دكتور زي ما لوك طلب منه. وبعد ما كوريها بتخلص كلام بتلاقي لوفي واصحابه متأثرين، فبيقوم لوفي من مكانه وبيروح عند تشوبر وبيطلع علم القراصنه وبيعلقه على الجدار. وقتها بينبهر تشوبر لما بيشوف ايد لوفي وهي بتمتد لبعيد. فبيقول له لوفي ان هو اكل من الفاكهه المسحوره وتحول لوحش زيه بالظبط، وبيطلب منه ان هو ما يرجعش العلم للصندوق تاني. فبيبتسم تشوبر وبيوعده ان هو يسمع كلامه. وفي الوقت ده دالتون بيكون واقف مع زورو ويوسف، وساعتها دالتون بيلاحظ ان في دخان طالع من وسط الجبل، فبيفهم ان في حد عامل مخيم هناك. فبيقرر يروح عند الجبل علشان يعرف ايه اللي بيحصل. وقبل ما يمشي بيبلغ زورو ان المملكه واهلها امانه في رقبته لحد ما يرجع. وفي الوقت ده في مكان تاني بتظهر فيفي وهي بتقرب من اهل المملكه وبتعاملهم بطريقه لطيفه جدا، ولكن بتتصدم لما بتشوف ساندي واقفه وسط اهل المملكه، وبعدها بتختفي فجاه وسط الزحمه. وفي الوقت ده دالتون بيكون وصل للغابه اللي في الجبل، واول ما بيقرب من مكان الدخان بينضرب عليه 3 اسهم وبيقع على الارض. وبيظهر وقتها ان رجاله الملك وابوه هم اللي ضربوه. وبنرجع لدالتون اللي بيكون لسه عايش، وساعتها الجنود بياخدوه عند الملك وابوه في المخيم
الدخان بتاعه. وبيتفاجئ دالتون ان وابول اتحول لوحش من المعدن، فبيفهم ان هو اكل من الفاكهه المسحوره، فبيتحول دالتون لوحش هو كمان علشان يواجه وابول. وبيقول له ان هو ما يستحقش يكون الملك على المملكه تاني، ولكن وابول بيطعنه في كتفه. وفي الوقت ده فيفي بتدور على صنديه لحد ما بتلاقيها، وبتسالها هي هتستفيد ايه من مساعده راجل مختل زي مستر زيرو. فبتقول لها صنديه ان ده حاجه بينها وبينه، وبتعرفها ان وابول اكل من الفاكهه المسحوره وتحول لوحش، ده غير ان هو معاه مجموعه من الجنود اللي محدش هيقدر يقف قصادهم. وبتطلب منها توريها ازاي هي واصحابها يدافعوا عن اهل المملكه. هو بتسيبها وتمشي. وفي اللحظه دي زورو ويوسف بيشوفوا وحوش من المعدن وبيكونوا بيقربوا ناحيه المملكه، وبعدها بيقابلوا فيفي وبتعرفهم باللي قالته صنديه، فبيفهموا ان الوحوش اللي بتقرب من المملكه يبقوا جنود الملك وابول. وبيقرر زورو يدافع عن المملكه زي ما دالتون طلب منه، وبيطلب من يوسف ان هو يروح يجيب لوفي واللي معاه من فوق الجبل، ولكن فيفي بتقول له ان هي اللي هتروح تجيب لوفي. فبيديها يوسف القوس اللي هو اخترعه وبيساعدها علشان تتسلق الجبل بسهوله. واول ما بتوصل بتحكي لهم عن اللي حصل في المملكه، فبيقرر لوفي ان هو ينزل فورا علشان ينقذ المملكه من وابول والوحوش اللي معاه. وهنا كوريا بتطلب من تشوبر ان هو يجهز نفسه علشان يهربوا، ولكن تشوبر بيرفض وبيقول لها ان هو لازم يدافع عن اهل المملكه، فبتسيبه كوريها وبتمشي لوحدها. وفي الوقت ده في المملكه زورو ويوسف بيساعدوا الناس علشان يلموا حاجتهم ويستخبوا. وقتها كوريا بتقابل دالتون وهو راجع من عند مخيم وابول، وبيكون مصاب ومش قادر يمشي على رجله، ولكنه بيصمم ان هو يواجه وابول ويدافع عن المملكه. فبتتعاطف كوريا معاه وبتقرر ان هي تعالجه. وفوق الجبل بيدخل وابول القصر وبيواجه فيفي ولوفي، وبيقول لهم ان هو جاي يسترد عرشه اللي اتسرق منه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي لوفي بيعمل تمارين رياضيه، فبيقول له ان هو بيعمل استرتشات علشان اكيد هتحصل بينهم معركه. وفي الوقت ده بتيجي ماريا ومعاها مجموعه من شعب المملكه وبينضموا لزورو ويوسف علشان يواجهوا وحوش وابول. وفي اللحظه دي الوحوش بتقتحم المملكه وبيضربوا عليهم نار، فبيتحركوا بسرعه وكل واحد فيهم بياخد ساتر، وبيهجم زورو ويوسف على الوحوش علشان يدمروهم، ولكن بيتفاجئوا ان الوحوش دي قويه جدا وما بتتاثرش باي حاجه. وبيروح على وابول اللي بيهجم على لوفي بكل اسلحته، ولكن لوفي بيتفاداها كلها وبيضربه في وشه، فبيتعصب وابول وبيضربه بقوه وبيوقعه على الارض. وبعدها بيقف قدامه وبيفتح بقه على اخره، ولكن لوفي بيحط ايده على بقه بسرعه ويستغل قوه التمدد في ان هو يمنع وابول قبل ما يستخدم سلاحه. وهنا فيفي بتنط على ظهر وابول وبتستخدم قوه الخيط وبتساعد لوفي وبيقفلوا بقه وابول بسرعه، وقتها السلاح بينفجر جوه بقه. وبعدها بيروحوا لتشوبر وسانجي ونامي وبيحتفلوا سوا بانتصارهم. وفي نفس الوقت ده في المملكه الوحوش بيكونوا مسيطرين على المعركه لدرجه ان واحد منهم بيكون على وشك ان هو يموت واحد من سكان المملكه، وفجاه بيظهر دالتون وبينقذ الست دي في اخر لحظه. وفي نفس الوقت بيكون في وحش ماسك يوسف وعلى وشك ان هو يقتله، ولكن كوريا بتظهر في الوقت المناسب وبتضرب الوحش ده بالنار علشان تبعده عن يوسف. وبنرجع للقصر وبنكتشف ان وابول بيقوم من مكانه وبيقرر ان هو يضرب قنبله على علم القراصنه، ولكن لوفي بيطير في الهواء وبياخد الطلقه في جسمه. وقتها اصحابه بيحزنوا بسبب اللي حصل له، اما وابول فبيقول عليه ان هو مجنون لان هو ضحى بحياته علشان خاطر عالم ملوش اي لازمه. ولكن وابول بينصدم لما بيسمع صوت لوفي من وسط الدخان، وبيقول ان العالم ده بيمثل شيء مهم جدا بالنسبه ليه، هو ما يعرفش حاجه عنه. وبعدها بيقف قدام وابول علشان يواجهه، فبيطلع وابول منشار علشان يقطع دراعات لوفي، ولكن لوفي ما بيهموش وبيتفادى كل هجمات وابول. وللاسف وابول بيحاصره باسلحته وبيكون خلاص هيقضي عليه. وهنا سانجي بيفرد رجليه قدام لوفي، فبيمد لوفي ايده وبيسحب نفسه المسافه بعيده، وبعدها بيفلت ايده وبيضرب وابول ضربه قويه جدا وبيطيره بره القصر. وفي المملكه بيتحاصر زورو من الوحوش، ولكن بيتفاجئ ان الوحوش بتفقد قوتها، وبعدها بيرجعوا لطبيعتهم البشريه وبيستسلموا قدامه، وده معناه ان وابول خلاص مات وهم خرجوا من تحت سيطرته. واهل المملكه كلهم بيطمنوا ان هم خلاص هيعيشوا في امان. وساعتها كوريا بتروح تطمن الدكاتره اللي كانوا مسجونين عند وابول وبتقول لهم ان كل حاجه خلاص خلصت ولازم يبداوا فورا في علاج اهل المملكه من الامراض اللي عندهم. وبعدها بتاخد زورو دالتون ويوسف وبيروح على القصر، وهناك بيقابلوا فيفي ولوفي وبيتفاجئوا لما بيعرفوا ان لوفي قدر يهزم وابول ويخلصهم من شره، وبيتفاجئوا اكتر لما لوفي بيعرفهم على تشوبر. وفي اللحظه دي دالتون بيشكر لوفي وكل اصحابه علشان هم انقذوا اهل المملكه من الخطر. وبعدها لوفي بيطلب من تشوبر ان هو ينضم لفريقه، وفيفي بتقول له ان هم يحتاجوا دكتور معاهم اثناء الرحله، فبيقتنع تشوبر بكلامهم وبيوافق، ولكنه بيروح لكوريها علشان يودعها قبل ما يمشي. وطبعا كوريها ما بتكونش عاوزاه يمشي وعلشان كده بتفضل تزعقله، ولكن تشوبر بيقول لها ان هو محتاج يكون ليه اصدقاء ويلف العالم. وبعد ما بيخلص كلامه بيسيبها ويمشي. وبعدها بيتفاجئ لوفي واصحابه ان تشوبر خارج من القصر وهو بيجر عربيه، وبيطلب منهم يركبوا العربيه علشان هيساعدهم في النزول من الجبل، وبيفتح لهم دالتون باب القصر وبيودعهم قبل ما يمشوا. واول ما بيوصلوا للسفينه تشوبر بيكون منبهر جدا، وده لانه اول مره يركب سفينه في حياته. واول ما السفينه بتتحرك بيبص تشوبر على المملكه وكانه بيودعها للمره الاخيره، فبيقول له يوسف ان كلهم حصل معاهم كده في الاول. وفي الوقت ده دالتون بيدخل على كوريها بالمدفع اللي طلبته، وبيكون مستغرب هي ليه طلبت المدفع ده، فبتقول له ان لوك اخترع الدواء اللي هيعالج الناس كلها، وبتطلع كوره فيها الدواء وبتحطها
جوه المدفع، وبعدها بتوجه المدفع وبتضرب الكرة دي في السماء، وساعتها السماء كلها بتتغطى بمسحوق زهرة الكريز، وبينزل المسحوق على كل مكان في المملكة. وهنا تشوبر بيفتكر كلام لوك عن الزهرة دي وبينهار وبيفضل يعيط، فبيقرب منه زورو وبيشيله على كتفه علشان يهديه. وتاني يوم لوفي واصحابه بيعملوا حفلة علشان يرحبوا بتشوبر في فريقهم، وبيبان ان تشوبر مبسوط باصحابه الجداد. ولكن نامي بتلاحظ ان في حزينة، وده لانها هترجع مملكتها وهم هيكملوا رحلتهم لكنز وان بيس. ولكن لوفي بيطمنها وبيقول لها ان ده مش هيحصل غير لما يخلصوا على المنظمة بالكامل وينقذوا مملكتها الاول، وده لانها خلاص بقت واحدة منهم. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بتدخل ساندي على مستر زيرو وبتعرفوا باخر المستجدات، وبيبان وقتها ان مستر زيرو هو السير كروكودايل اللي مطلوب للعدالة، وبيطلب من ساندي ان هي تستعد لان المعركة الجاية هتكون في مملكة الاباستا. وهنا بيناداها لاول مرة باسمها الحقيقي، وبنعرف ان اسمها روبن وان هي برضه مطلوبة للعدالة. لكن بتتعصب ساندي وبتقول له يبطل يناداها بالاسم ده، فبيهديها وبيقول لها ان كل حاجة هم مخططين ليها هتتم، وبعد ما العملية دي هتنجح هيوصلوا لكنز وان بيس. وهنا بينتهي الموسم الثاني من المسلسل. اتمنى عزيزي يكون الفيلم عجبك، فحط لايك يا ريت واشتراك لو نسيت علشان يوصلك الجزء الثاني باذن الله في اقرب وقت ينزل، واستنى فيديو جديد في الطريق. سلام.